رجل كان يحب امرأة في عهد عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ووصل الحب لأن قتلها. فجاء هذا الرجل إلى ابن عباس قال: يا ابن عباس، إني قتلت امرأة بغير وجه حق، فهل من شيء يكفر ذنبي؟ سأل هذا الرجل ابن عباس وهو أمام الناس في مجلس العلم. قال له ابن عباس: يا رجل، لديك أم؟ قال: لا، أمي قد ماتت. قال: اذهب واستغفر الله. هذه فتوى. فلما ولى الرجل قام ابن عباس من مجلسه، لحقه عطاء بن أبي رباح وهو من تلاميذ ابن عباس، قال: يا ابن عم رسول الله، الرجل سألك، قلت له لديكم، لماذا سألت عن العم؟ قال: يا عطاء، والله لا أعلم ذنبا يكفر الله به الذنوب والخطايا إلا بر الأم. والله يا شباب، لو أعطيت واحد منك الآن قلم أو مفتاح حجر صغير، قلت خلى في يدك ساعة، ما يتحرك من يدك ساعة واحدة بس، والله ما تحتمل، لابد تطلقه. فما بالك بمن حبس الله عز وجل جسدك في بطنها 9 أشهر، ما تضمرت ولا تضايقت ولا تألمت، بل كلما أصابها شيء منك إما رفسة وإما نخسة كانت مثل العسل على قلبها. هذا ما هو بس قاعد الحجر في كذا وانت متكب بطنها، لا والله، تأكل من لحمها وعظمها وتشرب من لبنها وعروقك من دمها. فأين حق الأم يا شباب؟ هذه رسالة أوجهها لي أولا متحدث، لست في غنى، وللمستمع: مهما كنت بارا بأمك اعلم أنك لن تصل أبدا إلى حقها. رجل جاء من اليمن وهو يحمل أمه مقعدة مشلولة على ظهره، قد أدلقت قدماها وسيقانها من بين ثدييه، ويمشي مشيا على الأقدام، لا طائرات ولا سيارات ولا شيء، حتى وصل إلى مكة. طاف وسعى بها وذهب بها المشاعر منى وعرفة ومزدلفة، وذهب بها طاف الوداع، ثم أراد أن يعود إلى اليمن وهي على ظهره حتى وصل إلى عبد الله بن عمر، لقي بالمصادفة في الطريق، فأراد يستفتي عبد الله بن عمر وكان متكئ على شجرة. فقال هذا الرجل من اليمن: يا عبد الله بن عمر، أتيت من اليمن وجئت أحمل أمي كما ترى، والله ما نزلت شهر مجيئا ولن تنزل شهرا ذهابا إلا لقضاء حاجتها ثم تعود، أغسلها وأعيدها مكانها، أتراني أديت حق الله علي؟ فاعتدل ابن عمر، سؤال عظيم، فاعتدل ابن عمر ثم قال: اسمع، والله الذي لا إله غيره ما أديت حقها ولا بزفرة من زفرات الولادة، طلقة واحدة من طلقات الولادة ما أديت حقها عليك، فلذلك لن تبلغ فضلها ولن تبلغ قدرها مهما عملنا، فإحنا مقصرين. فما بالك بين يعق في الجبيل واحد بشاكوش انهال على أمه ضرب حتى قتلها. أي قلوب نحمل يا شباب؟